شي هسه؟ بس تصعد هاي الكاميرا تكمل من هنا وراها نسولف. بس السماعات شلون هاي؟ هاي هنك مايك عيب قدام العالم، خزيت تصطفق قنوات احكي عن القلم مالتي ماشي. هاي سمح حد يحس انه شبيه القلم؟ القلم اصلي اشتريته عند برنامج. بس انت هم احكي على القاطب 7 ورقات. لا 7 ورقات مبالغه راح ينحس كذا. بعد بيش ورقات هذا يعني ممكن تروح ب 180 170 الف. صدق؟ هم يسوى. نرحب بالمشاهدين بالفقره الاخيره اليوم، مستضيفين العفو طبعا ولا ننسى ايضا القلم الاصلي. لا انتبهت على الموضوع. اكيد يعني مستحيل. واضح اصلا مبين. لا يعني انا بصح اشتريته بس يعني مو كلش مركز على الموضوع. لا يعني. اكيد اصلي يعني كلش حلو فيها كذا. اليوم ويانا الاخصائي الشامل في يعني شامل منو على؟ لا يعني راح اقول لهم انه انت بالطب وبهاي التفاصيل كلها كل شو كلاشي. شلون؟ كل شو كلاشي. اي يعني خلينا بس حتى ابيع يعني. عيب قدام العالم عيب. لا ابيع هاي الاشياء اثناء الحكي قولها. اي لا يعني اوكي. ويانا تدري مرات حتى خيط اخذ على حتى خاف واحد يجي مخازي انا ما اجيبك قدام الناس والله العظيم. اوكي خليني انا شيل الخيط ويانا الاخصائي الشامل يعني طب اعشاب وابراج وامور فلكيه. طبخ امور فلكيه ايضا. ايضا نعم فلكيه. احنا اول ما فتحنا الاتصالات والرسائل امام المشاهدين نعم. قلنا لهم ويانا اخصائي بهاي المواضيع. صار كتل عليكم. لا يعني مجموعه رسائل نصهم نعم. عرف يعني ويانا اول مشتركه اتصلت قالت اسمها ايمان. عاشت الاسامي امونه. اهلا وسهلا امونه. اهلا وسهلا. ايمان تعاني من تساقط بالشعر. طبعا هي هاي الحاله دائما تصير عند الفتيات وتسبب ازمه نفسيه. تجيبين برتقاله تقشريها للبرتقاله، تصعدين بالسطح تخلين البرتقاله على اشعه الشمس. على اشعه تيبس يعني. تنزلين تجيبين ملعقتين كزبره وتجيبين ملعقتين كمون وزائدا 3 ملاعق عسل اسود. واسف على الازعاج. هاي الخلطه اسمها احمد حلمي. لا اسف على الازعاج يعني خاف طولت عليكم نعم. بالهاي التفاصيل. بعد ما تخلطيها 3 اوقات باليوم تخليها على المكان اللي بيه تساقط الشعر. استاذ بس الفت انتباهك نعم. بالنسبه للقشر البرتقال فوق السطح. اوف شلون نسيت. بس يفيد خلي يفيد. يعني ايضا امونه تقول اني يعني تعاني من السمنه، عندها شيء 30 40 كيلو زايدات يعني. شوف علي شوف هنا شلون راح يفيدنا قشر البرتقال. امونه ما دبت قشر البرتقال. اتمنى ما تذبين قشر البرتقال. نعم. هذا اللي راح يفيدك بهذه الوصفه جدا زين. يعني. تجيب 1.5 ملعقة من كمون و2.5 كزبره. اقول لك دكتوره شو نفس اللغوه مال قبل. لا ما بيها عسل اسود. تجيبين عجينه. العجينه هو الجديد بهذه الخلطه. تخليها على المكان المترهل. زين. وتربطيها بحزام وتركضين يعني مسافه جري بسيط هيك. جري بسيط من 30 الى 35 كيلومتر مع شغلات هيك شويه شغلات قليله. 200 شناو بطن و200 شناو ظهر. هاي كريستيانو رونالدو لو امونه هاي. لا وانا على مود السرعه حتى تضعف. يا سرعه دكتور هاي اذا سوى دني السوالف تضعف بشهرين. لا تضعف اسرع اسبوعين يعني. ماكسيمال 9 اشهر. بس عندي ملاحظه بسيطه. نعم. قشر البرتقال ايضا ما استعملناه. شلون دا انساه؟ شوف يا امونه يعني احتمال لانه بالسطح فمدى. نزلي امونه نزلي يا امونه نزلي يا عيني. فدوى قلبش نزليه حتى يصير قبال عيني واشوفه وخليه ويا الباقي. زين. هي ايضا تقول اني اعاني من يعني عذرنا يعني عندها ضعف بالنظر ايضا. بس قل لي امونه رقم بغداد لو فحص لو شنو الموضوع؟ لو تنباع بس رقم. هي اعتقد يعني هاي المفروض تروح سمكري تروح شنو الموضوع؟ صديق قرايبنا. لا مو اوفر الموضوع. مشيها دكتور. شو مشيها؟ قاطك حلو هذه. قلمك اصلي على الله يخليك. قول ايش عندها. تقول يعني انا مدى اتزوج ايضا طلب رابع. تقول هذا الموضوع فلكي. بس اريد اعرف هي يا برج. هي برج الثور. الثور بالشتاء يحب دفو نشله وبرتين خبط. ايش قد عمرها؟ هي عمرها 53 سنة. دكتور 53. ناخذ اتصال ثاني؟ لا امونه يعني. لا من ويانا على الخط؟ لا الدكتور امونه بدي اقول لك صديقه تعرف يعني مشيها يعني. حلاوي 53 سنة. سمينة. قصر نظر. تساقط شعر بين قوسين. الله يزيد عليها ان شاء الله يعني لا تخلي عينك. تدري
اسوي وصفتين اصعد المنتخب العراقي كاس العالم كلش سهله عندي. موضوع عمونه اعتبره منتهي. يعني قضيه عمونه اصعب من قضيه العراق. طبعا. نشكرك دكتور. شكرا لك. قاطك يخبل. فدوى القلم. مشكله عمونه ما تنحل مثل مشكله العراق. ختام الحلقه الاولى من الموسم الثاني، نقول لكم في امان الله ونشوفكم بحلقه جديده.